السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة النهارده تكملة على الفيديو اللي فات اللي هو شاشة التسجيل أو registration form. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع بس يتفرج عليه عشان يكمل معانا كويس. كمان هيعتبر النهارده آخر فيديو في ال HTML علشان نبتدي بقى في ال CSS. هيتفضل لنا حاجات بسيطة كده، تاجات بسيطة في ال HTML هناخدها مع ال CSS، فما تقلقش يعني، لأن احنا لو خدناها دلوقتي ملهاش تأثير من غير ال CSS. لازم ال CSS أو لغة ال CSS، لغة الأناقة بقى والتزيين والكلر والألوان والكلام ده. فهنكمل النهارده وتستعد المره الجايه للسي اس اس. على بركه الله نبدا. مكملين برضو يا جماعه في الريجستريشن فورم او في شاشه التسجيل. كنا اخذنا بعض الانواع في الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش بس يرجع يتفرج عليه. احنا النهارده هنكمل وهنعرف ازاي نعمل الحاجات اللي تحت دي. ايه الحاجات اللي تحت ديت؟ ان انت بتبقى عايز تطلع للمستخدم او اللي هيستخدم الموقع بتاعك ويستخدم الريجستريشن فورم ديت، تطلع له اختيار من متعدد. يعني زي كده، انت في ميل ولا ميل، يعني انت ذكر او انثى وعايز المستخدم يختار واحده من دي. يعني مثلا لو اختار الميل وبعدين راح للفيميل، الميل تطفي، يعني يا دي يا دي. كويس، تمام. بنعملها بالطريقه دي او بالطريقه اللي تحت دي. بص برضو، يعني اطلع له حاجه كده بيسموها دروب داون، حاجه كده تتفتح يختار منها واحده وبعدين كده تقفل وخلاص. يعني اختار واحده تانية وتقفل، فيا اما بالطريقه دي يا اما بالطريقه دي. فده اول حاجه. او اطلع له اختيار من متعدد وهو كمان المستخدم يختار لي حاجات متعدده. يعني مثلا زي كده، انا ببرمج ب HTML وببرمج ب CSS وببرمج ب JS، اختيار من متعدد. بس كمان المستخدم بيختار حاجات متعدده. يعني دي بالظبط زي اللي تحت دي. انا ممكن اختار دي وادوس على كنترول واختار دي واختار دي. كويس، فاختيار متعدد مفتوحه كده غير اللي مقفوله دي. ازاي اعمل الحاجات دي؟ الاثنين اللي في الاول دول، دي واللي تحتها دي، بيتعملوا بتاج واحد اللي هو الانبوت، وبغير بس النوع بتاعه. اما الاثنين اللي تحت دول بيتعملوا بتاج تاني خالص، هنشوفه دلوقتي ونجربه. نرجع بقى يا جماعه للكود بتاعنا اللي احنا كتبناه المره. ننزل في الحته الفاضيه دي بعد الفايل انبوت تايب فايل ده. برضو لو مش فاكره ارجع الفيديو اللي فات عشان تعرفه. هنيجي هنا كده بقى في الفاضي ده ونكتب انبوت. هيظهر لنا كده لو انت شغال على الفيجوال ستوديو، هيظهر لك في الاول كده اختاره. وبعد كده النوع ده التكست ده قلنا لا، مش هنشتغل بالتكست ده اللي نستخدمه عشان النص بس. احنا هنستخدم الطيب الجديد بقى اللي يطلع لنا راديو. راديو ده ولا تلفزيون يا هندسه؟ لا، مش هيطلع لنا راديو ولا تلفزيون. هيطلع لنا الدايرتين اللي كانوا مفتوحين كده. كنت بختار واحده الثانيه تطفي واختار الثانيه. هنشوفها دلوقتي، هنشوفها ما تستعجلش. فراديو نكتب هنا كده بعد ما نطلع منه خالص، نكتب ميل MALE، يعني ده يطلع لنا ميل. كويس. وواحد تاني نفسه برضو انبوت. طيب شيل التكست دي وخليها راديو، نوع الراديو RADIO، واكتب فيميل FEMAL. كويس. ده هيعمل ايه هندسه؟ هتشوف اهو. تعال الاوبن وذ لايف سيرفر. ده هيطلع لنا الاثنين اللي تحت دول. فاكر كنت بختار واحده الثانيه تطفي، بس خلي بالك انا هختار دي الثانيه مش هتطفي دلوقتي. بص، الله لا 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 بايظين. روح رجع الراديو بقى. لا لا لا، في حاجه هنظبطها بس في التاج ده لازم تعملها علشان الاثنين يشتغلوا مع بعض. ايه هي؟ في خاصيه في الراديو تيجي هنا بعد علامه التنصيص ديت، سيب مسافه واكتب نيم، النيم بتاعه، وادي له اي اسم ايه مثلا. نفس الاسم ده لازم يتكتب في الثاني، نفس الاسم. وحتى ايه اقترح عليا اهوت الفيجوال ستوديو او الVS ان انا اقبلها، فانا هقبلها بس ادوس تاب واقبلها، او اكتبها بايدي. لو انا بكتب في اي اديتور تاني اكتبها بايدي. نيم يساوي نفس الاسم اللي انا كتبته في اللي قبله. يعني بص الاثنين دول، الاولاني نيم AA والثاني نيم AA. دي خاصيه جديده، لازم الاثنين يكونوا مع بعض عشان الاثنين يشتغلوا مع بعض. عشان تقيد ده الثاني يطفي، تشغل ده يطفي. لا سحر ولا شعوذه. تعال. كويس. تعالى بقى نجرب. بص هنا لما ادوس على ميل، لو دوست على فيميل ايه اللي هيحصل في الثاني؟ هيطفي. فاشتغلوا بقى مظبوط، اتصلح الراديو. بص اتصلح. كويس. فما تنساش بقى، انساش الراديو ده بيطلع لي الزراير اللي هي بالشكل ده المدوره، اللي انا اختار واحد تاني يطفي او اختار واحد التاني يطفي كده. يعني بيسموها الاختيار متعدد، بس واحد بس اللي اكتف او واحد بس اللي انت تختاره. كويس. ده اول نوع اللي احنا قلنا عليه. ده كان اول نوع. النوع الثاني لو انا عايز اطلع للمستخدم اختيارات متعدده واخليه هو كمان يختار لي منه اختيارات متعدده، زي ما طلعنا كده. انت بتبرمج بايه؟ ببرمج بال HTML وال CSS واشياء ثانيه، فانت بتدي له اختيارات متعدده وهو كمان هيختار منها متعدد. تمام.
هعملها ازاي؟ احنا قلنا بس التاج الانبوت ده مكمل معانا، بيعمل حاجات، بيعمل كل الحاجات دي. هنيجي هنا بس نعمل امر بي ار علشان بس يسيب لي سطر هناك، يبقى شكل الصفحه هناك حلوه كويس. اي ان بي يو تي اختارها، اشيل التكست دي واكتب بقى ايه النوع الجديد، تشيك بوكس. تشيك بوكس ده بيسمح لي ان انا اعمل اختيارات متعدده، والمستخدم كمان يدخل اختيارات معدله. اول اختيار وليكن سي اس اس كويس. اعمل كمان انبوت تمام اهو، واشيل دي كويس، اشيل التكست واعمل تشيك بوكس برضو تشيك بوكس. وهكتب هنا انت بتبرمج بالجي اس، شيل برضو التكست دي، حط تشيك بوكس وليكن اي حاجه بقى جي اس اتش تي ام ال. تمام. تعالى بقى نجرب ويندوز لايف سيرفر، هنلاقيه طلع لي الحاجات اللي تحت دي. تمام. دي بقى انا ممكن اختار اختيار متعدد، يعني ممكن السي اس اس وكمان الجي اس وكمان الاتش تي ام ال، اختيار متعدد، ولو في اكتر من واحد ممكن برضه اختاره. تمام. هنعمل بقى يا جماعه النوع الثاني اللي بيفتح ويقفل كويس. ده بيتعامل بتاج تاني او بامر تاني اسمه سيلكت. تعال بقى نجربه. تعال بعد الاتش تي ام ال الاخيره دي اكتب بس امر بي ار علشان يعمل سطر جديد في داخل الصفحه هناك. تمام. ودوس انتر عشان ينزل بقى في سطر جديد هنا في البرمجه. وهنكتب بقى ايه، امر جديد اسمه سيلكت، اس اي ال اي سي تي او جاوت. هختاره، هظبط لي الدنيا القفلات والفتحات. اشيل بس انا النيم والاي دي ده هنبقى نستخدمه قدام شويه مع الجافا سكريبت. اوكي، شيل دوت. تمام. وهنيجي هنا ما بين القفله والفتحه بتاع سيلكت ندوس انتر. عايزين بقى نعمل الاختيارات المختلفه. فداخل السيلكت ده في امر تاني اسمه اوبشن. اوبشن اوبشن اصلا عامه في اللغه الانجليزيه بمعنى اختيار كويس. الاوبشن الاولاني تمام. سيب بس الفاليو دي فاضيه، وتعالى في النص هنا ما بين القفله والفتحه اكتب بقى الاختيار اللي انت عايزه يتعرض جوه الايه ده. كده بيفتح حاجه كده تتفتح، تختار منها الاختيارات وتقفل تاني، هنشوفها دلوقتي. فاكتب مثلا فيميل تمام. وبعد كده روح للاخر هنا وبعدين دوس انتر واكتب الاوبشن الثاني، الاختيار الثاني. تمام. تعالى ما بين الاوبشن والاوبشن دي القفله والفتحه واكتب ميل يعني ذكر او انثى. وبعدين نشوف بقى ايه في الصفحه اللي ظهر اوبن ويز لايف سيرفر. هتلاقي بقى عمل لك ده الاخير ده، يعني عامل لك حاجه كده بتتك عليها تتفتح وتتقفل، ده اسمه سيلكت او دروب داون، يعني بيفتح لتحت كده بختار منه اللي انا عايزه. بس ده اختيار واحد بس تختار، يوم هو جايب لك الاختيار اللي انت مختاره وقافل الايه السيلكت او دروب داون. فده النوع ده تمام. بنستخدمه احيانا زي النوع اللي هو بيقفل، اللي هو بيشتغل ده بيطفي ويقفل ده ممكن تستخدمه، او ده ممكن تستخدمه، يعني الاستخدامين دوت بيساووا بعض كويس. طب انا قلت كمان في الاستخدام اللي هو الاختيار المتعدد ده، كنت عملت حاجه كده في الاول، ممكن نقلب السلكت ده لاختيار متعدد برضه. تعال نشوف. نروح بقى بعد قفله السلكت الاخيره ديت دوس انتر. تمام. كمان واحده وهنكتب برضه كمان واحده، هنكتب امر سلكت هو برضه، يعني هو بستخدمه يا اما اختيار واحد بس يفتح ويقفل كده، يا اما اختيار من متعدد. ازاي هنعملها؟ نفسه برضه سلكت دهوت SELECT دوس انتر. انا بس هشيل النيم والاي دي ديت، قلت لك هنستخدمها في الجافا سكريبت بعد كده، مهمه بعد كده بس بعد كده. وبعدين تعالى في النص ما بين سيلكت وسيلكت دي دوس انتر عشان تنزل سطر جديد. ونفس الكلام هنكتب اوبشن الاختيار الاولاني. تمام. سيب الفاليو فاضيه وتعالى في النص هنا. فاكر كنا بنكتب سي اس اس، يعني اي اختيارات، يعني سي اس اس. ممكن اكتب عربي يا باشمهندس؟ ممكن تكتب عربي. تعالى يا عم انا عايز وليكن لغه، اقلب عربي، لغه السي مثلا كويس. وبعدين نروح في الاخر هنا ودوس انتر اقلب انجليزي عشان البرمجه اللغه نفسها ال HTML او اي لغه البرمجه نفسها اوامرها بالانجليزي، لكن الداتا او البيانات اللي تظهر في الصفحه ممكن تبقى عربي، مفيش اي مشاكل. وبعد كده اوبشن هختار وهكتب لغه الجافا، ده الاوبشن الثاني. واروح هناك في الاخر وادوس انتر واكتب مثلا اوبشن كويس. ونخلي ده نخليه مثلا لغه، نقلب عربي، انا بقلب عربي، لغه الايه
لغة البايثون. تمام كويس. تعال بقى نشوف عمل ايه هناك. هنا open with live server. الله يا صاحبي، ده عمل نفس اللي جنبه ده، يعني اللي بيفتح ويقفل. احنا المفروض ان هو يفتح كده كبير واحنا نختار من متعدد. بالظبط، لان احنا المفروض نضيف خاصية جديدة هناك. نرجع تاني للبرمجة، هنيجي هنا في السلكت ده. كويس. نيجي كده نسيب مسافة ونضيف خاصية اسمها مالتيبل. احنا لسه بنكتب عربي، يعني اللي بالانجليزي مالتيبل MULTIPLE مالتيبل. يعني خلي بالك السلكت ده هيشتغل ويخلي المستخدم يختار اكتر من واحده. هنرجع بقى تاني اهو. بص بقى فتح ازاي. فتح يعني غير ده بيفتح ويقفل. ده فاتح كده كله بحيث ان المستخدم يقدر يختار دي ويدوس كنترول ويختار دي، او يختار دي ويتنه مختار كده. يعني انا دايس، يعني لسه دايس على الماوس وبنزل تحت كده. كويس. فده الفرق. ده الاختيار من متعدد اللي بقدر اختار فيه اكتر من واحده بيقوم بنفس عمل اللي فوق ده. كويس. وهكذا بقى انت حسب البيج بتاعك او حسب الصفحه بتاعك اللي انت بتبنيها، انت بتختار يا اما ده يا اما ده يا اما ده. كويس. انت حسب الديزاين او حسب التصميم الصفحه، انت بتشوف ايه اللي يناسب المستخدمين بتوعك او ايه اللي يناسبك كريجستريشن فورم وتستخدمه في الايه في الصفحه بتاعتك. اخر حاجه بقى في الريجستريشن فورم او في صفحه التسجيل، البطن او الزراير اللي انا بقدر بقى اعرضها واظهرها في الصفحه بحيث ان المستخدم يكليك عليها فتنفذ حاجه معينه. تمام. بعملها بنفس التاج اللي هو الانبوت ده، وبس التايب بتاعه بيبقى ايه متغير شويه. ازاي؟ تعال نعملها. فاحنا عندنا اول نوع هنكتب بس الامر بتاع انبوت. كويس. التايب بقى بتاعه هنا مختلف شويه. طيب اول تايب اسمه سبميت. كويس. ده ايه؟ بيعمل لي زرار. هنروح نشوف كده عمل ايه هناك. اهو عمل زرار اسمه سبميت. سبميت دوت له وظيفه كبيره جدا في الريجستريشن فورم. ممكن لو انا قلتها ما تفهمهاش دلوقتي، بس احنا هنفهمها بعد كده لما نعوز بقى الداتا دي كلها تتسيف. يعني انت هتاخد الداتا دي من المستخدم، اسمه بقى وعنوانه والحاجات دي كلها. المفروض بقى هتسيفها عندك، يعني او هتخزنها عندك او هتحفظها في مكان عندك. تمام. وكمان قبل ما تحفظها لازم تتاكد ان الداتا اللي دخلها صحيحه، يعني دخل الايميل صحيح، دخل التليفون صحيح. تمام. دي هنعملها بالجافا سكريبت قدام شويه. كويس. فالباطم اللي هو سبميت ده لما كليك عليه كده هينفذ حاجات معينه كده. تمام. ده هنعرفها قدام شويه لانه له مهمه كبيره جدا في انه ياخد الداتا دي ويبعتها لك انت كمبرمج بحيث ان انت تتعامل معاها بقى، يا اما تسيبها عنك في الداتابيز او في قاعده البيانات. يعني تتعامل مع الداتا اللي دخلها المستخدم يعني. تمام. تاني نوع بقى يا صاحبي من البطن العادي، يعني مش سبميت ولا حاجه. والسبميت ده قلنا له وظيفه كبيره هنا. البطن التاني يعني بظهر بطن كده وبيبقى مرتبط مع جافا سكريبت، لغه جافا سكريبت برمجه معينه، بحيث ان لما المستخدم يكليك عليه على البطن ده ينفذ الجافا سكريبت. فانا بس باجي هنا بعمل نفس الامر انبوت، امر الخطير ده اللي شغال معايا في كل حته، بس النوع بتاعه بقى هيبقى بطن BUTTON. ده بطن عادي خالص. تمام. لو رجعت هنا للصفحه هنشوف الصفحه هتلاقيه ظهر، بس ظاهر كده فاضي لان احنا ما حطيناش التايتل بتاعه او العنوان او اللي بيظهر عليه. تعال نظهره. خاصيه اسمها فاليو. تمام. نكتب جواها مثلا كليك مي او اعمل اي حاجه بس تايتل يظهر. البطن ده المفروض بقى انت هتكتب جافا سكريبت في مكان معين. هنشوفها بعد كده لما نوصل للجافا سكريبت. لغه الجافا سكريبت قلنا لغه الانتر اكشن، او لغه بقى بتخلي الصفحه بتاعتك تتفاعل مع المستخدم تفاعليه. انت هتكتب بقى البرمجه اللي احنا هنتعلمها بعد كده وهنديها بقى داخل الايه البطن ده، بحيث ان لما المستخدم يكليك، بص هو طلع كليك نهائي، لما المستخدم يكليك هنا ينفذ بقى ايه برمجه الجافا سكريبت. لما نوصل لها نتعلمها وهنعمل حاجات جامده جدا. كده يا جماعه يبقى احنا خلصنا كل الانبوتس تقريبا اللي موجوده في الريجستريشن فورم. طبعا ننظم الحاجات دي او نظبط الشكل شويه، ده هنتعلمه لما ندرس لغه السي اس اس او لغه الاناقه اللي هتظبط لنا بقى التنظيم بتاع الحاجات دي، وتظبط لنا الكالر والالوان والكلام ده كله.
وطبعا لما ندرس الجافا سكريبت هنتعلم ازاي بقى نتاكد ان الداتا اللي دخلها او البيانات اللي دخلها المستخدم صحيحه. فدي استخدامات اللغات اللي باقيه لسه في الكورس. سي اس اس عشان انظم، والجافا سكريبت عشان بقى اظبط الدنيا واعمل انتر اكشن مع المستخدم او تفاعلات مع المستخدم واتاكد ان الداتا صحيحه ولا لا. وبعد كده قدام خالص لغه زي البايثون او لغه زي السي شارب اقدر بقى ان الداتا اللي دخلها المستخدم دي اسيفها عندي، يعني اخزنها عندي في قاعده البيانات، اتعامل مع الداتا ديت بشكل افضل يعني.